لما بنتكلم عن الاي اي في شركتك، فالموضوع مش انك تشتري احدث ابلكيشن او تضيف شات بوت للويب سايت. المشكله حقيقيه بتكون دايما حاجه تجاريه. السيلز سايكل مثلا مده دوره البيع عندك طويله شويه، ال سي في او معدل ربحك طول فتره عمر العميل معاك تبقى قليله شويه، اخطاء في ادخال البيانات بتكلفك فلوس كتير جدا، او خدمه عملاء بتاخد ريسورسز كبيره من الفريق سواء وقت او فلوس او مجهود. هنا الاي اي ممكن يكون حل، لكن في نفس الوقت هو مش حل قوي. عايزاك تتخيل معايا موقف بسيط. انت صاحب شركه خدمات بي تو بي، متوسط دوره البيع عندك 90 يوم، والسيلز تيم بتشتغل على 200 ليد في الشهر، بس مفيش اولويه واضحه. لو ركزت مجهودك على احسن 20% من الليد، ساعتها شوف فرق المبيعات هتعرف ترفع النسبه وتقفل في وقت قليل ولا ايه اللي هيحصل. وهو ده القيمه التجاريه الحقيقيه اللي لازم الاي اي يخدمها. السؤال دايما مش ايه احسن تول بنستخدمها، السؤال دايما ايه المشكله التجاريه اللي الاي اي المفروض يحلها في شركتك. لما تلاقي الاجابه دي تقدر تشتغل بشكل مظبوط ومترتب. لسه مش عارف الاجابه ولسه مش عارف المشكله التجاريه اللي عندك حل من اثنين. الحل الاول انك تدخل تعمل مقياس مهيره، وهو اختبار مجاني سريع هيحط ايدك على اصل المشكله، او انك تفضل تجرب لحد ما تخسر وقت وفلوس على الفاضي. اول حاجه لازم تفهمها وانت بتفكر في الاي اي انك تبدا من المشكله التجاريه مش من الادوات. مش معقول تبدا تشتري اداه لانه حد قال لك التول دي حلوه قوي وشغاله مع الناس كويس. لازم تسال نفسك كويس احنا هدفنا ايه؟ عايزين نرد اسرع على العملاء، عايزين نزود قيمه الاوردر، عايزين نقلل تكاليف ادخال البيانات، عايزين. طيب ليه بنعمل كل ده؟ عشان لو مثلا هدفك ان انت تقلل زمن الرد في الكول سنتر، هتلاقي الاي اي شات بوت ممكن يساعدك شويه في الرد الاولي، ممكن يعمل اسكليشن للموظف لما الموضوع يحتاج تدخل من البشر مش من الاي اي. لكن مثلا لو هدفك ان انت تزود قيمه الاوردر الاي او في، فالبوت هنا لوحده مش هيحل المشكله ومش هيكون كفايه. هنا مثلا انت هتكون محتاج ريكومنديشن سيستم. السيستم ده يبقى كونكتد بالسي ار ام، يسجل المبيعات ويسجل المشتريات عشان يقترح على العميل بعض المنتجات اللي بترفع قيمه السله عندك وبتخدم العميل في نفس الوقت. وده بيحتاج انتجريشن اعمق شويه. هل انا جاهز للانتجريشن ده ولا لا؟ دي حاجات بتخليك لازم تفكر في ادوات مساعده زي مقياس مهيره اللي ممكن يساعدك تعرف انت واقف في انهي مرحله ومحتاج انهي اداه. طيب ازاي تصنف الفرص وانت بتفكر في الاي اي؟ فكر في حاجه بسيطه في دماغك. كل فرصه ليها امباكت، تاثير، وليها مجهود، افكت. باختصار شديد، الفرص اللي تاثيرها عالي ومجهودها قليل دي لازم تبدا بيها فورا. خلينا اديك مثال عملي عشان تفهمني اكتر. عندك تاسك يوميه بتاخد وقت كبير زي ادخال البيانات او الفواتير او اي ملفات بي دي اف. هنا الامباكت متوسط. ايه هو؟ ان انت توفر ساعات العمل. طيب الايفورت قليل. ليه؟ لان في ادوات كتير جدا او سي ار كويسه تقدر تعمل لك بي او سي سريع وتبدا تشوف الامباكت بشكل سريع جدا. بالمقابل لو بنيت ريكومنديشن سيستم متكامل مربوط بالانفنتوري مربوط بالريل تايم اناليتكس، ساعات ممكن تاثيره يبقى عالي جدا جدا، لكن المجهود كمان عالي جدا جدا. يبقى محتاج هنا تخطيط ومراحل تنفيذ، ومش هيتنفذ ما بين يوم وليله. وهنا لازم نفكر هل احنا فعلا محتاجين ده ولا ده؟ انا دلوقتي المرحله الحاليه اللي انا فيها محتاجه انهي نوع من ادوات الاي اي؟ ولو ما تعرفش، البي او سي هو البروف اوف كونسبت، يعني تجربه صغيره وليها هدف محدد عشان نثبت ان الفكره دي ليها نتيجه قبل ما تدفع فيها موارد كبيره، سواء الموارد دي كانت فلوس او مجهود او تكنولوجي. البي او سي مش سيستم كامل، ده تيست صغير محدود بالوقت والبيانات ومعايير نجاح محدده. خلينا اديك مثال عشان تفهمني اكتر. لو عايز تختبر الليد سورسنج، اعمل بي او سي على بيانات من 12 ل 18 شهر فات. درب موديل بسيط يديك السورس، وجربه على سيجمنت او شريحه معينه من السوق لمده 6 اسابيع مثلا. شوف لو نسبه الكلوزنج للتوب سيجمنت بتتحسن بنسبه مقبوله، مثلا من 5 ل 8%، يبقى تمام جدا ويلا نكمل ونتوسع في استخدام الاي اي تول اللي ساعدتنا نعمل ده، وهكذا. قبل ما تبدا في استخدام ادوات الاي اي لازم تحدد كي بي ايز واضحه. كي بي ايز سهله القياس، لانه ببساطه الكلام الفاضي عن بص احنا حسنا تجربه اليوزر لا مش بيبقى كفايه. حدد رقم في البدايه بيز لاين، وحدد هدف محدد ووقت تقيس عليه. لو موضوع مبيعات، الهدف ممكن يكون تقليل متوسط الوقت اللي بتقفل فيه الاوردر. وممكن يبقى عندك اهداف تانية كتير زي رفع نسبه التحويل من ليد لاوبورتيونيتي لسيل.
طيب لو الموضوع في خدمه العملاء فممكن نقيس الفيرست ريسبونس تايم ونسبه الحل من اول تواصل لحد الفيرست كونتاكت ريزولوشن. وبجد نصيحه، دايما خلي عندك كي بي اي واحد مركزي و3 سبورت كي بي ايز عشان تقدر تحكم صح. وانت شغال على البي او سي البروف اوف كونسبت لازم تحط حدود واضحه للمخاطر والامتثال للقوانين. ده مش كلام نظري، لو بيانات فيها معلومات حساسه زي بيانات عملاء في القطاع المالي او الصحي او غيره لازم تعمل اخفاء هويه او ماسكينج قبل اي اختبار. ده مثال صغير، بس في قوانين كتير جدا جدا في كل القطاعات لو حضرتك ما اخدتش بالك منها ممكن يعني يبقى فيها كلبوش. دايما اعمل التشيك ليست بالكومبلاينس قبل ما تبدا. البيانات جايه منين؟ هل في موافقه من اصحابها ولا لا؟ هل في قواعد او قوانين لازم نلتزم بيها في المجال ده؟ واسئله ثانيه كتير جدا جدا. صدقني تجاهل النقط دي ممكن يوقف المشروع كامل قبل ما يبدا. بعد البي او سي ما ينجح اسال نفسك هل نقدر نشغله على البرودكشن ولا لا؟ ده على اساس ان حضرتك بدات في التستنج. هل عندنا الاشخاص المؤهلين والعمليات والتيم الكامل اللي يقدر يشغل ويصين الموديل لو حصل فيه اي مشكله؟ هل البيانات بتتحدث بشكل اوتوماتيك ولا محتاجه تدخل مننا؟ وهل في مراقبه مستمره عشان نكتشف لو النموذج ده بدا ينحرف عن ادائه وبدا يلخبط، بدا يهاسوليت، يحصل له شويه هلوسه؟ خليني اديك مثال. لو مثلا النموذج بيعتمد على بيانات سلوك يوميه وعايز تدريب كل اسبوع، عايز ابديت جديد كل اسبوع، لازم يبقى في بايب لاين آلي لتحديث البيانات دي. لازم يبقى في متابعه مستمره لاداء النموذج. لازم ابقى بقيس الريكول، الاي سي، البرسبشن وحاجات ثانيه كتير. لازم كمان ابقى بقيس المقاييس التشغيليه زي الايرور ريت وغيره. لو مش جاهزين، النموذج اللي نجح في البي او سي ممكن يفشل في التشغيل الفعلي، فبلاش. خلينا نتكلم شويه عن خريطه القرار قبل ما تبدا البي او سي باستخدام ادوات الاي اي. اولا حضرتك قبل ما تقرر محتاج ان البي او سي يبقى محدد بوقت، مثلا من 4 ل 8 اسابيع، ومعاه معايير نجاح واضحه زي ما اتفقنا، كي بي ايز واضحه. لو النتائج اتحققت تتنقل للسكيل بميزانيه مبدئيه ويبقى في شخص مسؤول واضح عن الموضوع. لو النتائج ما وصلتش لازم توثق الدروس المستفاده وتجرب مره ثانيه. بس ببساطه لان احنا بنعمل تيستنج مش برودكشن. انا عايزه اقول لك ايه هنا؟ عايزه اقول لك قسم التمويل على مراحل، ستيج جيتد فاندنج، وكل مرحله تمشي، بس لو المرحله اللي قبلها حققت ارقام قادرين نشوفها ونقيسها ونحللها. كده مش هنصرف كل الفلوس على مشروع واحد من غير نقط توقف. احنا ضامنين كويس جدا اننا مش هننتقل للنقطه اللي بعدها بدون تحقيق نتائج فعليه في النقطه الاولى. خلينا اديك مثال سريع عشان تفهمني اكتر. لو البي او سي للليد سورسنج استخدم الفيتشر اللي موجوده في السي ار ام زي الليد سورس، زي الليد ايج، زي الانتراكشن هيستوري، زي الكومباني سايز وحاجات ثانيه كتير، جرب الاول مديولات بسيطه زي اللوجيستيك ريجريشن، وده نموذج احصائي سهل بيوضح لك العوامل المؤثره. او جرب الاكس جي بوست، ودي خوارزميه قويه للكلاسيفيكيشن بس لسه مش معقده زي الشبكات العصبيه. لو البي او سي للريكومندر في الاي كوميرس ابدا بالايتم تو ايتم كولابريشن فلترنج. جربه على شريحه صغيره من المستخدمين لمده شهر واحد، وقارن قيمه الطلب الاي او في بين مجموعه الاختبار ما بين المجموعه الاولى البيز لاين اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده. بس في قاعده اساسيه لازم تاخد بالك منها كويس جدا. لما تعمل بي او سي وانت بتبني الاي اي موديل اشتغل عليه في بيئه اختبار وتطوير ديف، مش في بيئه التشغيل الفعليه. بلاش تشتغل في البرودكشن اللي بنشتغل عليه للعملاء. طب ليه بنعمل كده؟ بيئه الديف بتخليك تجرب وتغلط بامان من غير ما تاثر على السيستم الفعلي. تقدر تدخل بيانات تجريبيه او حتى بيانات حقيقيه لكن منسوخه ماسكد عشان تحافظ على الخصوصيه. كمان بتقدر ترجع خطوه لو حصلت مشكله من غير ما توقف الشغل على العملاء او تضيع بياناتهم. بمعنى تاني، جرب فكرتك في ملعب تدريب قبل ما تنزل في الملعب الحقيقي. اللي عايزه اقوله هنا ان قبل ما تجري تدور على اداه اي اي اسال نفسك الاول ايه المشكله اللي فعلا انا محتاجه احلها، وايه اسهل طريقه ينفع تتحل بيها، وايه الطريقه الكومبليكيتد اكتر اللي لو استخدمتها هعلي الرينج وهعلي المتوقع قوي. بعدها ابدا حدد بي او سي بروف اوف كونسبت صغير ومع معايير نجاح كي بي ايز واضحه من الاول. اختار الكي بي اي بشكل واقعي بيقيس النجاح بجد، وقسم التنفيذ لخطوات تمويل صغيره، وكل خطوه تبدا فيها لما الخطوه اللي قبلها تحقق النتيجه. ومن الاول، من اول خطوه ركز على جوده البيانات، ركز على القوانين والامتثال وحقوق الملكيه والكلام اللي احنا بننساه ده كله، وركز على اي تفاصيل صغيره يطلبها منك اصحاب الشركه.
ليه؟ لان هم بيكونوا ادرى بكل تفصيله في الشغل بتاعهم واضرب احتياجاتهم، وحضرتك كمسؤول تك مش ممكن تشتغل بدون توجيه من الاداره وبدون شغل يعني عن عمق معاه. لما تمشي بالمنهج ده هتوفر وقتك وفلوسك وهتعرف تمشي في اي طريق. لو مش عارف تختار الطريق المناسب ليك، لو مش عارف تختار الاي اي تولز المناسبه للمرحله اللي انت فيها دلوقتي، ارجع لمقياس مهير اعمله. ده تيست مجاني هياخد منك حوالي 5 دقائق، وبناء عليه هيفتح معاك طرق كتير جدا جدا، هيحدد لك انت في اي مرحله دلوقتي اكوردنج ل 10 ابعاد مختلفه، وهيقول لك انت دلوقتي محتاج تشتغل على ايه.